خرافية، كأنه دافع فيها أرقام فلكية في استوديو تصوير. وإيه هي الغلطة القاتلة اللي 90% من الناس بيعملوها وهما بيستخدموا تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبتخلي صورهم تطلع فيك ومش طبيعية؟ الإجابة السؤال ده هتعرفها في آخر الفيديو، بس ركز معايا كويس عشان الكلام اللي جاي هيوفر عليك فلوس كتير. أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع شاغل بال ناس كتير، وهو ازاي تكنولوجيا وتطبيقات الموبايل بقت مش مجرد رفاهية، دي بقت دراعنا اليمين. تخيل ان زمان عشان تعمل CV محترم او صورة لينكد ان كان لازم تروح استوديو وتظبط اضاءة وتدفع مبلغ وقدره وتستنى يومين تلاتة عشان تستلم الصورة. دلوقتي التطبيقات بقت بتعمل كل ده في ثواني وانت قاعد في بيتك بتشرب قهوة. الفكرة مش بس في توفير الوقت، الفكرة ان التطبيقات دي بتديك ادوات كانت محتكراها شركات كبيرة ومحترفين ومصممين كبار. النهاردة بقى جايب لكم تطبيق عامل قلبان الفترة اللي فاتت، واسمه غريب شوية بس امكانياته قوية، وهو تطبيق نانو بانانا برو هوت شوت AI. التطبيق ده باختصار وظيفته الأساسية انه استوديو تصوير شخصي في جيبك. هو مصمم مخصوص عشان يحول صورك السيلفي العادية بتاعتك لصور هيد شوت احترافية، اللي هي الصور الرسمية اللي بتحط في السيرة الذاتية أو بروفايلات الشغل أو حتى جواز السفر في بعض الأحيان. استخدامات التطبيق ده تركز في إنه بيستخدم ذكاء اصطناعي متطور عشان يحلل ملامح وشك، وبعدين يركبها على بدل رسمية، أو يغير الخلفية لخلفية مكتب شيك، أو حتى يظبط إضاءات وشك كأن فيه سوفت بوكس مسلط عليك. يعني لو انت طالب، موظف، أو بتقدم على شغل جديد، التطبيق ده بيعتبر كنز ليك. طب نستخدمه ازاي بشكل صحيح عشان نطلع احسن نتيجة؟ اول حاجة واهم نصيحة، لازم الصورة اللي ترفعها تكون سيلفي واضحة، وشك باين فيه تفاصيل، ومن غير فلاتر سناب شات اللي بتغير الملامح. بمجرد ما تفتح التطبيق تختار نوع الصورة اللي انت عايزها، ذكر او انثى، تختار الستايل اللي انت عايزه، بدلة، كاجوال، بيزنس. وبعدين ما ترفع صورتك، التطبيق بياخد ثواني يعمل بروسيسنج او معالجة، وهوب بتلاقي نفسك لابس بدلة شيك جدا، والخلفية وراك بقت احترافية وجودة عالية بتوصل ل 4K. مميزات التطبيق ده كتير، أهمها السرعة. انت مش محتاج تكون خبير فوتوشوب، هو بيعمل كل حاجة اوتوماتيك. كمان جودة الصور اللي بتخرج منه شارب جدا ومش مبكسلة، ده بيخليها صالحة للطباعة مش بس للموبايل. والميزة القوية فيه كمان تنوع الستايلات، يعني مش هيجبرك على شكل واحد، في مكتبة لبس وخلفيات كتيرة. بس عشان نكون صرحاء وموضوعيين لازم نكون واضحين مع نفسنا ونتكلم عن العيوب. من واقع تجربة ومراجعة تعليقات الناس على بلاي ستور، أكبر عيب بيواجه الناس هو نظام الكريدت أو النقاط. التطبيق في الغالب بيحتاج اشتراك أو شراء نقاط عشان تفتح المميزات الكاملة أو تشيل العلامة المائية. ده شيء طبيعي في تطبيقات ال AI القوية، بس بيضايق ناس كتير كانت فاكرة انه مجاني 100%. كمان في بعض المستخدمين اشتكوا ان احيانا الذكاء الاصطناعي بيأفور شوية في تنعيم البشرة، فممكن تحس ان الصورة بلاستيك شوية لو دققت فيها اوي. او انك تركب الرقبة على البدلة، ساعات بيحتاج اكتر من محاولة عشان يظبط الزاوية بتاعة تركيب الرقبة على البدلة. رأي اغلب المستخدمين في التعليقات منقسم لقسمين: قسم منبهر جدا بالنتيجة بيقول انه وفر عليهم فلوس فوتو سيشن كامل، وقسم تاني شايف ان الاسعار مبالغ فيها شوية وان النسخة المجانية محدودة جدا. طب لو التطبيق ده مش مناسب ليك او حسيته غالي، في بدائل قوية جدا تقدر تجربها. عندك تطبيق فوتو AI، وده مشهور جدا وقوي، مثل تطبيق كمان ريميني اللي هو بقى بيعمل صور AI دلوقتي بجودة مرعبة. تطبيق هوت شوت برو متخصص في الشركات اكتر. كل ده في بدايل ممكن تديك نتائج مشابهة وتشوف الأنسب ليك منها. نيجي بقى لإجابة السؤال الغامض اللي بدأنا بيه الفيديو: ايه هي الغلطة القاتلة اللي بتبوظ الصورة الذكاء الاصطناعي؟ الغلطة هي الإضاءة المختلفة. ناس كتيرة بتتصور سيلفي في إضاءة ضلمة أو في إضاءة صفرا ضعيفة، وتطلب من التطبيق يركب لها على جسم بدلة متصورة في إضاءة استوديو بيضاء وقوية. هنا الذكاء الاصطناعي بيحاول يدمجهم، بس النتيجة بتطلع مش راكبة، والناس بتعرف إنها فيك فورا. عشان كده التركاية والسر هنا: اتصور سيلفي في ضوء الشمس النهار قدام الشباك، وبعد كده ارفع صور للتطبيق. وقتها النتيجة هتكون مرعبة وواقعية جدا، وهتقدر
وهتقدر اي حد يتفرج عليها، مش هيفرقها عن الحقيقي. جربوا التطبيق وقولي رأيكم في الكومنتات، هل فعلا يستاهل الضجة دي ولا لأ. واعملوا لايك لو استفدتوا من المعلومات ديت. سلام.